السلام عليكم، مرحبا بكم عند هادية كويزين. جبت لكم اليوم فيديو خفيف خلاص، مقارونة مبكبكة بالطريقة الليبية. بصح درتها مختلفة نوعا ما درتش فيها لا لحم لا والو. اصلا عملتها في العشاء بكل سهولة، يعني حبيت نبارطاجي معاكم ليدي هذه. كذا تكون ما عندكم والو، ما ديروا ما عندكم حد شيء، تقدروا تعدلوها وتجي بنينة، تجي تهبل تهبل. في كسرونة رحيت كمية باهية من الثوم والبصل وحطيتهم يتقلوا في زيت الزيتون، ومعاهم قرن فلفل حار. خليت كلش يتقلى مليح في هذاك زيت الزيتون. ومن بعد نجيب لي زيبيس تاعي، بما انه ما فيها والو لا لحم لا والو، دونك نكثروا شويه لي زيبيس باش تجينا بنينه. حطيت هنا وريقات رند، ورحت جبت لي زيبيس. انا عملت ملح، فلفل اسود، تابلو كرويه، فلفل احمر. عملت ايضا شويه بصل مرحي ومجفف لانها طعمته باهيه. وحطيت هذاك كلش وخليت كلش يتقلى مليح مليح مع بعضها. قلت لكم ما تلقوا ما تديروا، هذه فكرة فقط، يعني عن بالي الكثير منكم يعرفها، ولكن قلت نذكركم بها ولا اللي ما يعرفوهاش. يعني طريقة سهلة وتعدلوها في رمش تعين، سورتو كذا ما عندكم ما تديروا للعشاء ولا هكا تعدلوها. هي تجي ياسر باهية في الشتاء، بس حتى في الصيف الحق درتها جت هايلة هايلة. بعد ما عملت لي زيبيس تاعي كامل نحطهم هنا يتخلط كلش مع بعضاه، ونخليهم يتقلى مليح هذاك البصل. قبل ما نزيدوا الماء لازم يذوب لينا البصل باش ما يقعدش لينا طروف بعد في اللاصوص تاعنا. بعد نجيبوا كمية من الطماطم، هنا لازم تكثروا شوية طماطم باش تجينا باهية، ومعاهم طرف شوية تاع هريسة. وايضا ما ننسوش حاجة مهمة ياسر، ديما ما تنسوهاش كي تحطوا طماطم كونسيرف، حطوا مغرفة صغيرة تاع سكر، لان السكر هذاك راح ينقص لينا من لاسيديتي تاع الطماطم. ولا حطوا حبة تاع جزر كيف كيف باش تنقص لينا من لاسيديتي تاع الطماطم هذيك. هذه اون استيوس فقط اذا حبيتوا تضيفوها. انني درت سكر قبيله مع لي زيبيس، عملت كميه من السكر. هما اصلي صوص طوماط كلها لازمتهم قليل من السكر. من بعد نجيبوا شويه ماء سخون ونبدو نمرقوا هاك الخليط تاعنا، نمرقوه بالماء سخون ونخلوه عادي يطيب هذاك كلش في بعضه. بما انه معنا ملحم ما والو، هنا كل شيء راهو يطيب في الساعة. تحبوا هنا بعد ما تكملوا طيبوها تزيدوا لها مثلا، تحلوا اون بواط تاع طون تزيدوا لها، باسكو الطون كي يطيب يفزد على الاخر، خلاص تزيدوا الطون. انا درت شرشمت بيض، انا شرشمت بيضات درتهم من فوق وصاي جاني يعني ان بلا باهي. هنا بعد نصبوا المقارونة تاعنا من غير ما نصمتوها ما والو، ما نطيبوها في الماء ما والو، نصبوها هكاكا ديريكتومون في وسط هذيك لاصوص، نخلوها جاريه شوي. وهنا حبيت نقول لكم حاجه، قبل ما نصب المقارونه تاعي نحيت قيمه 3 ولا 4 لوش، نحيتهم تاع لاصوص حطيتهم على جنب. المهم مش راح نقول لكم الاخر. هاي دركا بعد ما حطيتك المقارونه خليتها حتى طابت في وسط هذيك لاصوص، وزدت لها شويه زيتون. الزيتون هذا راهو مغلي وما فيش خلاص الملح. حطيت لهنا هذيك الزيتون، نخلي كل شيء يزيد غلوة حتى تختار لي هذيك لاصوص. وكما قلت لكم منحية قليل من لاصوص على جنب، اونكا كي نسربي في الصحن نزيد شوية صوص من الفوق باش تجيني هنا ما تجينيش يعني ما تجينيش يابسة، تجيني متشربة. ان شاء الله فهمتوني، يعني ساعات الواحد الالفاظ تخونه يعني. هنا شوفوا انا قاعده نطيب في البيض باش كي نقصهم ونزين بهم الفوق. وهنا شوفوا كيفاش راهي طابت صايي المقارونه تاعي. نطفي عليها لهنا وهي يعني الدنتي، فو با تطيب ياسر، باسكو مازال تقعد سخونه تبقى تشرب لاصوص. لازم نطفوا عليها وهي مازالت شويه، باسكو بعد مع الوقت راح تزيد تطيب في هذيك السخانه تاعها. دونك ديما طفوا على المقارونه وهي الدانتي، معناها كي تذوقوا هذا مازالت شويه ماشي طيبه بيان، فهمتوا؟ وبعد راح تزيد الطيب. هذه ثاني اون استيوس للمبتدئات.
هنا شوفوا بعد ما طابت ربي يبارك البنة وحارة شوية وبنينة، يعني على بالكم تكلت في دقيقة. وإن شاء الله وصفتي تاع اليوم خفيفة ظريفة عجبتكم، ونقول لكم ما تنسوش لابونمون، ما تنسوش تبارطاجوا الفيديو وتتعلقوا شوية يا جماعة، وثاني تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء.